عايزه الثلاثه اللي اتشنقوا، اللي اتضربوا يتشنقوا، اللي ضربوا خالد سيد يتشنقوا، الثلاثه، رئيس المباحث والاثنين المخبرين يتشنقوا عشان دمه ما يروحش هدر. حرام شاب زي دوت اخلاق وعلى خلق يتضرب لغايه ما يموت عشان شاف كلمه حق. قال كلمه حق بيفرقوا حشيش جوه وشافه راح صورهم. ليه يضربوه لغايه ما يموت؟ ليه؟ لازم الثلاثه يشنقوا قدام جامع سيدي جابر، يبقى قدام مكان العالم كلها لما يتضرب يعرفوا ان لنا حكومه صح. طول ما احنا ما نشهد حكومه صح عمر حد هيجيب لنا حقنا. حقنا ناخده بايدينا، عايزين حقنا ناخدوه بايدينا بدل ما حقنا بيروح بلاش زي اللي اتقتل في الكويت ومحدش جاب له حقه. أنا مواطن شريف وممول للدولة، من حقي السلطة التنفيذية أكون في أمان، أكون في أمان. أنا المفروض مواطن شريف تحرسني مش تضرب ابني. المفروض السلطة التنفيذية والوزارة الداخلية ما تعتداش على حد، مهما ما يكون المواطن ده غلطان يتحاسب هو الأسباب إيه، بدون وجه حق يتضرب. من حقه 2 مخبرين يضربوه ويعتدوا عليه في الشارع ويضربوه لغايه قد الوفاه. وازاي ازاي المواطن ده حط في بقه بانجو واتمسك ويتعرض على الطب. دقيقه واحده بعد اذنك، حتى لو هو حط اثبت ادانته والمتهم اللي بيجروا عليه يتمسكوا الاثنين. اذا كان ده خد ضابط يثبت الواقعه بالادب مش بالاعتداء، يثبت ايه واتعمل في ده هيتعمل فينا كلها. وقبل كده اتعمل فيا، وقبل كده مسكت ضابط اتعمل له اموال عامه على يد السيد اللواء محمد عباس والسيد مبروك هند، وعن طريق السيد مفتش الداخليه اترفد العقيد علاء كاظم باستغلال السلطه. وبعدين نزلت الصوره على الفيسبوك، الصوره لما نزلت على الفيسبوك في يوم الحادثه بالظبط انا عرفته، قلت لبنتي انا اعرفه، ده انا اعرفه حقيقي. شعره طويل وهو كان يعني شعره كان طويل جدا كده وابيض واسنانه كده مرتبه وحلو، اعرفه شخصيا صراحه. فاول ما نزلت الصوره نزلت على البحر من عند بيتي، انا ساكنه في السلي على البحر، نزلت على البحر في كليوباترا. اول خبر جالي للامانه والله بجد وحياه ربنا ما اكذب ابدا، ولا انا متحيزه لاي حد خالص ولا في اي عداوه بيني وبين اي حد خالص، ان اول خبر جالي ان 2 مخبرين طلعوه من السايبر وخدوه على العماره اللي جنبه والعماره الترابزين الحديد والرخام ضربوه. فالجمجمه اول حاجه قالوا لي انها اتكسرت، ده شهاده من الناس على طول في نفس اليوم. طيب انت قولي لي انت اللي شفتيه يعني لما كان خالد بيجي عندك في المحل زي شاب شاب ايه يعني؟ لا شاب محترم زي ما قال عمه الدكتور علي، ان هو فعلا هادي جدا، ما بيعرفش يتكلم حتى ما يعرفش يدافع عن نفسه، يعني انا ما اعتقدش ان هو عارف يفلص منهم او يرد عليهم. شاب هادي جدا. ازيك يا طنط، عامله ايه يا طنط، ازي حضرتك، عايز كذا، ياخد الحاجه ويمشي. عمره لا شاغب معايا ولا عمره طول لسانه معايا ولا عمره حاجه، هادي جدا يعني. هو الولد هادي وتحس بيه ابن ناس، يعني ولد متعلم وابن ناس صراحه. فانا لما شفته طب حضرتك اوكي الجمجمه مكسوره، يعني هو كان المفروض يتعمل اشعه مقطعيه والاسنان اللي متكسره دي، فين شعره؟ يعني انا اول وهله انا عارفه خالد شعره كان طويل لحد هنا، طب فين الشعر المتقطع ده كله؟ يعني فين ده كله؟ فين التشريح؟ فين الدكاتره؟ فين؟ دي اول حاجه. طيب المحافظ بتاعنا فين؟ فين المحافظ عادل لبيب في الموقف ده؟ فين المحافظ؟